أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير مجددا. هيثم طفل جزائري في 16 من عمره ابتكر 17 جهازا ميكانيكيا يتحكم في ابتكاراته عن بعد عبر تحويل وإعادة تركيب الخردوات الحديدية والقطع المعدنية غير المستغلة أو غير المستخدمة. ولكن هذا المخترع الصغير اصطدمت طموحاته العلمية بضيق المساحة التي يشتغل فيها ونقص الإمكانات والموارد اللازمة لتنفيذ ابتكاراته هذه 17 وعدم الاهتمام أيضا بموهبة في مثل سنه الصغير. مبتكر جزائري مع MBC في اسبوع. عصامي منذ 6 من عمره لا يهنأ له بال حتى يحور ويفكك ويركب الخردوات الحديدية المهملة ويوظفها لإنجاز مبتكرة جديدة. هذه آلة أوتوماتيكية لالتقاط الحشرات السامة بجهاز تحكم عن بعد، وجهاز MP3 داخل علبة كاسيت متعدد وصلات السمع يستعمله 4 أو 6 أشخاص في آن واحد بمكبر صوت. حتى فأرة الكمبيوتر كانت مصدر إلهام لهيثم، تحولت إلى وسيلة قياس ب6 دورات. كما هنا عندنا آلة صيد الحشرات السامة هذه كما راكم تشوفوا هنا، يعني هي كانت بطلة على الدواء وكانت ما فيها حتى شيء، وبديت نجيب يعني زاكسيسوار. هنايا عندنا الباور تاعها منين تشعل هنايا، ويعني الأزرار، يعني كل حاجة بالقطع، القطع ركبهم وخرج حاجة. كما هنا عندنا حوايج يعني أشياء المذياع، هنا كما تشوف حوايج تاع المذياع، فوليم تاع الكاسك ولاسلكي الهاتف النقال. علب أقراص الدواء أضحت مصابيح يدوية ذات بطارية قوية، بعضها متعدد الإضاءة قابلة للتعبئة بالكهرباء وتضيء على مسافة 200 متر. لم يكون مصير علب الزبدة لدى هيثم سلة القمامات، جعل منها دعامة منبهات ضوئية لفتح الطريق على شاكلة منبهات سيارات الشرطة والإسعاف. هذه الأفكار يجيوني يعني من الحياة اليومية، الأشياء اللي نستعملوها كعلب الزبدة، علب الدواء، يعني أشياء اللي الناس يعني ما يعطوهاش أهمية، يعني كما يخلصوا الاستعمال تاعها يعني يرموها في يعني في الأماكن المخصصة للقمامات. يعني وأنا تجيني أفكار الحوايج هذه نستغلها وشغل نعطيها الروح وتخدم هذيك الحاجة. يعكف هيثم حاليا على اختراع دراجة هوائية مرفوقة بكاميرا لمراقبة الطريق من الاتجاه الخلفي، مزودة بجهاز سماع الموسيقى والأضواء وغسالة أوتوماتيكية للعجلات، على حلم الاشتغال في ورشة كبيرة لتنفيذ مخترعاته المخزنة بسبب ضيق المكان. رفيق بخوشة لMBC في أسبوع، مدينة باتنا شرق الجزائر.